السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات، مرحبا وألف مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقة تحضير سويت شيلي صوص. صراحة كتجي زوينة، كتجي لذيذة بزاف، كنقدموها مع جميع الوجبات. صراحة كتجي رائعة. عندي هنا الفلفله حاره بعد ما غسلتها ودابا غنقطعها. كتاخدوا القياس اللي بغيتو. انا هنا عندي رابعه، وعندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الماء، 2 معالق ديال الخل الابيض، معلقه مايزينا، نص معلقه ديال الملحه، وعندي هنا ثومه محكوكه، معلقه ديال السكينجبير خضر محكوك، ومعلقه ديال الكيتشوب. ودابا غادي نبداو على بركه الله. شوفوا الفلفله الحاره ديالي بعد ما قطعتها كنقطعها هكا صغيره باش كتطحن ليا. ودابا غاديه ناخذها نديرها في الهشوار ونطحنها شويه، ما نطحنهاش بزاف حتى ما تبقاش تبان. المهم حنا كنديروها مع الزريعه ديالها، الزريعه ما كتحيدش، كتبقى فيها الزريعه ديالها. الحاره ديالنا دابا كنضيفوا لها هذاك الماء باش تطحن لينا شويه، ولكن ما خاصهاش تطحن بزاف. المهم نطحنها ونرجع معكم. كما كتشوفوا ها الحاره ديالنا، الفلفله الحاره بعد ما طحناها، المهم كنخليوها شويه هكا تبقى باينه، ماشي نطحنوها بزاف. دابا كناخذوها كنخويوها فشي كاسرونه او مقله تكون غارقه، كنضيفوا لها هذاك السكر سنيده، كنضيفوا الثومه، كذلك السكينجبير والملحه، الخل، وغادي نخليوها تغلي تقريبا 11 دقيقه. دابا كنضيفوا هذاك الكيتشوب اللي ما درناش. كما كتشوفوا الصوص ديالنا مازال كطيب، كنبقاو نحركوها باش داك السكر كيذوب، ما كيبقاش داك الحبيبات. كما كتشوفوا كناخذوا معلقه المايزينا اللي ما استعملناش في الاول، كنضيفوا لها الماء، ما بارد بالحق يكون ما بارد، وكنحركوها مزيان باش ما يبقاوش فيها هذوك الكويرات. ودابا كنضيفوا شويه بشويه وكنحركوا. غادي نضيفوا داك شويه اللي مازال عندنا صافي، وكنحركوا مزيان. وكنخليوها واحد 2 دقائق تغلي، ومن بعد صافي كنطفيو عليها. ولاصوص ديالنا واجده.
انا لاصوص ديالنا وجدات، دابا غادي نطفيو عليها العافيه. شوفوا كيفاش كتبان، ما شاء الله. وكنضيفوها فواحد الزلافه ولا مول كما كتشوفوا، وكنخليوها حتى كتبرد شويه. كما كتشوفوا الصراحه ما شاء الله. كنتمنىكم تجربوا هذه الطريقه وبالصحه والراحه. لاصوص راه كنديروها في قرعه وكنديروها في الثلاجه، وراه كتبقى عندنا مده طويله تقريبا من شهر حتى لشهر ونص حتى لشهرين، كتبقى مزيانه في الثلاجه وبالصحه والراحه.